تلحق تعمل حاجه بالفيديو ده، ولا هتقدر. سمعتي وسمعه القناه في خطر، يعني كل حاجه ممكن تضيع، وانت بتتكلمي بالبساطه دي. ما تقلقش يا سامر، مفيش حاجه هتحصل اصلا، لا لسمعتك ولا لمستقبلي. ها، وانا بقى المفروض اطمن من الكلمتين دول ولا ايه؟ انا هتصرف. هتعملي ايه؟ هعمل اللي المفروض كنت اعمله من زمان، هندمها على اليوم اللي شافتني فيه. ايه، انت مقدره حجم المشكله اللي انت فيها؟ ما تقلقش يا حبيبي، خلي السيدي ده معاك واتفرج عليه كل ما وحشك. باي. مولا تفكر قراش انت، وانا اللي فاكرك جاي تقول لي قفلت الباب في وشهم. ده انا فاكر انت مش بعيد كمان تكون سمعتهم كلمتين. ايه ناوي تتغير انت كمان؟ عيب يا ابو خريس، وحياة جانا بنتي ده اللي عملته، وكنت خلاص هجيب نهايه للحكايه. لولا ايه؟ لولا ان اختك ركبت على الحوار واتكت عليا وافق. اختي ونصرة مالها ومال الكلام في المخدرات؟ تظبط كلامك يا شندي، نصرة مالهاش في السكه دي. ملهاش، دي لجمت فوده وصلاح وساقت الليله بنفسها. ده هي اللي اتفقت معايا على الميعاد وربطت ان الرد يوصل لها دونا عنهم كلهم. انا كان ممكن افضل مرابط على لا، بس لا مؤاخذه دي اختك، وبصراحه انا اتربيت وما بقيتش عارف اعمل ايه. لو طوعتها ابقى جيت عليك، ولو طوعتك ابقى جيت اتعلم منك. قلت الخص واجي ابصيلك الحوار وتقول لي اعمل ايه. ترد عليهم النهارده قبل بكره، ومفيش بضاعه تتصرف من عندك، وعايزك تعسلي كمان لو كان ربطوا كلام مع حد تاني ولا لا. طب لو حصل وغيري قال تشاور لي عليه وانا اقطع لك لساني. اعتبره حصل، وربنا يهدي النفوس. لا مؤاخذة يعني، اسمح لي علشان الحق اودي البنت جانا للدكتور. الاسم. انت جننت يا صلاح، تشكك ابوك في ابنه؟ اعمل له ايه يعني؟ ما هو متجوز واحده شمال زي البلاوي اللي كل شويه يبلينا بيها. حركتها كلها مريبه، مشاورها مريبه، مكالماتها مريبه. هتكون بتعمل ايه يعني؟ اكيد بتخون. جرى يا واد، ده شرفك وشرف ابوك. شرفه ان هي ما تبقاش على ذمته، فهمتي؟ انت يا ابني جبت القساوه دي كلها منين؟ ما جبتهاش من بره يا ابو صلاح، جبتها منكم. هو بظلمه وقساوته، وانت بسكوتك وقله حيلتك. بس والله العظيم، والله العظيم ما انا سايبه الا لما يطلعه، وساعتها بقى ممكن ابقى اسامحه. تسامحه؟ وتفتكر انا ممكن اسامحك انا وابوك؟ يا شيخ حرام عليك، ده ربنا هيجيب لك حقك لو كنت مظلوم، لكن لو كنت ظالم بقى يا ويلك من عقاب ربنا. هو انت فاكرني زعلانه عليا؟ طيب انا زعلانه على نفسي، على شبابي وعمري اللي ضيعته معاه، وانا مستحملاه ومستحمله بلاويه. في الاخر طلقني ورماني. وعشان ايه؟ عشان واحده ما تسواش. ملوش في الطيب، علاء الحرام من ديني معقلها في دماغه دقيقه واحده. تواليته بنت جد الله، نسيته حته الالماظ اللي كانت في ايده. مصيره يقع ويطب على جدور رقبته، وساعتها هفش غليلي. وانت هتقعدي تحرقي في نفسك لحد امتى يا ست الكل؟ وانا بايدي ايه اعمله؟ كتير كتير، لازم تاخدي حقك منه قبل ما الوجع يطير. ما تيجي دغري يا حماده وتقولي بتفكر في ايه؟ بفكر في اللي يكسره صح ويرد لك اعتبارك قدام الناس كلها. لازم تدومي لنفسك كيس. اتجوزي يا ست الكل، بس من اللي يقدرك ويعرف قيمتك كويس. مفيش احسن من الطيب هيعرف يعمل كده. ايه اللي انت بتقوله يا حماده ده؟ ده لا وقته ولا حتى لا وقته، وقته يا ست الكل. اللي بيها انت بس في دماغك، وانا عارف انك هتختاري صح. والطيب شاري مستنيكي بالاسم. وقبل الميعاد كمان، عشان تعرف ان فضل الاسمر كلمته صح، يا محدش يقدر ينامها له. لا جدع، جدع ودي نقول كمان. ده انا كنت فاكر ان انت خبت على كبر. اظبط كلامك يا سيد. لما تظبط ادائك انت الاول. ايه كنت فاكر ان انا مش هعرف ولا ايه؟
تعرف ايه بقى يا اخويا؟ خط سير البضاعه اللي دخلت المخازن وما خرجتش، ومفيش كلب استجرى يشتري منك. جاي دلوقتي بالقرشين اللي محوشه وعامل لي فيها جاي في الميعاد. وبفرض اللحظه انت ايه اللي يخصك؟ ها؟ انت سلمت لي بضاعه ورهنت قصادها مهرها وادي مهرها، ولا مؤاخذه بقى ما يخصكش. ابيعها فرقها على الحبايب ان شاء الله حتى اتكيف بيها، انا حر. المهم ان اسم فوضى الاسمر يفضل مزين السوق، والكبير قبل الصغير يطل عليه ويتعلم. والله براوة يا نصر، ده انت ما خدتش في ايديها غالو. يا دوب نفختك بكلمتين في اسمك وسمعتك، نخيت وبصمت بايدك ورجليك. اظبط كلامك يا سيد، مش فوضى الاسمر اللي يمشي ورا كلام الحريم. لا، فوضى الاسمر مشي ورا كلام الحريم، عشان دي مش دماغك، وانا عارفك بتموت في القرش. ما سالتش نفسك انا ما وقفتش في الجوازه ليه وما طرطقتهاش في دماغكم؟ عشان عارف ان هي اكبر مني، ويومين ثلاثه هتاكلك الحلاوه وتنطرك بره البرواز، وفي ثانيه ومن غير ما تحس هتخليك خدام تحت رجليها. بالزياده بالزياده يا سيد، عشان انت دوست بالجامد قوي، وانا لحد دلوقتي عامل مقام للي فوقك. وانا بقول لك السوده بتاعي، وتمامك عندي اشوفك في الكار اللي انت مولف فيه، الشغل الشعبي وبس. اسمع بقى ان انت بتحكها في غيره، هتبقى عبره للغرز والمسطلين. مش خايف يا احمد من ايه؟ من البيت اللي بيفضى من صحابه ده، من الفرقه والبعد اللي طالونا على غفله كده. الظاهر ان احنا كلنا كنا كده، بس كنا مخبيين. كل واحد كان جواه حاجه ناحيه التاني، بس كان مداريها. بس مش مهم، المهم انها طلعت. بس انا عمري ما كنت كده، ولا خطر في بالي ان حد من اخواتك ممكن يبقى كده. حتى آية، رغم كل اللي عملته معايا، مهما كان دي اختي، على قد ما ظلمتني وجت عليا بدل المره مليون، عمري ما تمنيت لها حاجه وحشه ابدا. بالعكس، كان نفسي اخدها في حضني واقول لها برغم كل اللي حصل ده، انتي اختي وانا لسه بحبك. لا، حصل حصل بقى يا رحاب. ركزي في اللي جاي في حياتك. اللي جاي، انا مش عارفه انا رايحه على فين. مش عارفه حياتي هتضيع كده، ولا قضيه وسجن، ولا هخرج من كل ده. وحتى لو خرجت هعمل ايه وهكمل ازاي؟ مش عارفه. حاسه اني تايهه كده، خايفه قوي يا حمد، حاسه بوحده وحاسه بوجع. رحاب، انت ما بتزهقيش من الكلام ده؟ قصدك ايه؟ كلام ايه؟ طريقه الغلب والمسكنه اللي انت عايشه فيهم دول، ما كفايه بقى؟ انت ما بتتعبيش؟ طريقه ايه؟ مش فاهمه. رحاب هي الوحيده اللي ما بتغلطش. الناس كلهم وحشين وانت الطيبه اللي فيهم. الناس كلهم وسخين الا انت. هو في ايه بقى يا رحاب؟ ما كفايه بقى دور الضحيه اللي انت عايشه فيه ده. انا ما بقتش اصدقك زي الاول. ما تقولي انك غلطانه عادي زينا، يعني كلنا بنغلط، بس الفرق بيننا ان احنا لما بنغلط بنشيل مسؤوليه غلطنا ده، لكن انت اجبن حتى من انك تعملي كده حتى قدام نفسك. هو ده رايك فيا يا احمد؟ اسمعي بقى نصيحتي يا رحاب، اعملي زي ما نصر قالت لاختك التانيه. كل واحد يمشي في البيت ده بكيفه ويعمل اللي هو عايزه، فكفاياكي بقى. ما تدوريش على حد يسمعك. احنا طول الوقت بنكلم بعض ونسمع بعض يا رحاب. كنا وصلنا لايه؟ اديني جيت لك اهو. سمعنا بقى الكلمتين، قول اللي في جوفك يابا. يابا تصدق يا صلاح، يمكن يابا دي هي مربط الفرس. عارف انت اول مره قلت يابا دي امتى؟ كان عندك ساعتها يجي سنتين كده، ويوم ما نطقتها كنت انا غايب مسمعتهاش. لما رجعت امك قالت لي انك نطقت كلمه يابا ما صدقتش. قعدت
فضلت قاعد جنبك طول الليل يمكن تنطقها، انما ما حصلش. خدتك في حضني وقلت يمكن لما يطمن يقولها. اول ما خدتك في حضني لقيتك على صرخه واحده، هاتي عياط وترفيس. ساعتها حسيت انك مفطوم على الغل من ناحيتي. يا صلاح، ده مستكتر على ان بابوك. ليه دايما بحس انك انت نفسك تشوفني مكسور؟ عشان ايه؟ طمعان في القرشين اللي حيلتي؟ اهو ادي اللي حيلتي يا صلاح، مفاتيح القهوه والبيت. خدهم يا صلاح بس طلعني من نافوخك. لا يا راجل، لو انت فاكر ان انا عملت اللي انا عملته عشان مفاتيح البيت والقهوه واللي حيلتك، لا مؤاخذه انت عارف انا ممكن اشتري بيتك وقهوتك واللي حيلتك في ليله. امال ليه؟ ليه بتعمل معايا كده يا صلاح؟ كشفت عرضي على الناس ودوست عليه بالجامد ليه يا صلاح؟ عشان اكسر قلبك، عشان اشوفك قصاد الناس وانت ظهرك محني ما انتش عارف تقيمه. يا ساتر، ايه الشر ده يا ابني؟ جبت الشر ده منين؟ وعشان ايه؟ عشان عمري ما حسيت اني من صلبك، عمري ما حسيت ان ابنك. رميتني انا وامي بطول دراعك زي كلاب السكك. عشان اتجوزت عليها يا صلاح. وانا كل يوم هقول لك الحكايه دي. امك كانت تعبانه يا صلاح، باختصار كده ما كانتش حمل